وصفة النهاردة بديل اندومي الكوري هاعمله معاكم مكونات موجودة في كل بيت، وهاقول لكم بكل صراحة إذا كان فعلًا يستاهل التجربة والّا لأ. متعجبكنش في الطريقة بس متنسوش لايك حلو زيكم كمان اشتراك. في البداية بقى كده هاسلق كيسين من النودلز، تقدروا طبعًا تستبدلوها مكرونة اسباجيتي، هو صراحةً الترند كان معمول بمكرونة اسباجيتي، بس أنا عشان ابني بيحب النودلز فاستخدمتها النهاردة. هاسلقها بس نص سلقة وهاشيلها في طبق عندي وهاسيبها على جنب. بعد كده هاحضر كوباية إلا ربع من مية سلق النودلز أو المكرونة لو هتسلقي مكرونة، وهزود الكوباية لبن وهسيبها على جنب. بعد كده في طاسة على نار متوسطة هبدأ إن أنا أحضر أو هضيف يعني بصلاية مفرومة صغيرة، مجرد بس إن هي تدبل عندي هبدأ أنزل عليها بفصين توم مفرومين. نقلبهم بقى كده كويس مع بعض. أول بقى ما ياخدوا بقى اللون الدهبي الحلو ده هبدأ أنزل بالسوايل اللي معايا. مجرد بس يغلي كده السائل اللي معايا أو الخليط اللي معايا هبدأ أنزل بيه ربع معلقة صغيرة من الملح، وكمان شوية من المرقة، معلقة صغيرة من الهريسة، ولو مش حابين الهريسة تقدروا طبعا تستبدلوها بالشطة العادية. مجرد بس الخليط يغلي عندي غلوتين هبدأ أنزل بيه النودلز اللي سلقتها بس نص سلقة. هنا بس زودت ربع كوباية من مية سلق النودلز وكمان رشة بسيطة جدا من البابريكا. بص هي غلوتين وبتلاقوا بقى ان هي شربت بقى السوائل اللي فيها فبيبقى صوص حلو جدا وتقيل زي ما انتوا بقى كده شايفين. بعد كده هحضر طبق التقديم وهنزل بقى بالنودلز بتاعتي. بصوا بالنسبة للطعم هي طعمها لذيذ جدا وبجد الطعم مختلف، وعايزه اقول لكم ان هي عجبت ابني جدا، انا من 9 سنين، يعني اعملوها لاولادكم وانتم مطمنين هياكلوها هم مبسوطين جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش لايك حلو زيكم كمان اشتراك ومشاركتي عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله.